يسعد أوقاتكم يا رب، إن شاء الله تكونوا بصحة وسعادة وراحة بال. اليوم حبيت شارككم فكرة تفريز الفاصوليا واللوبيا. أنا هون ما سويت لوبيا، بس طريقة الفاصوليا هي نفس طريقة اللوبيا. تعال نحضرها مع بعض. أنا هون جبت الفاصوليا، نحن بنقول عم ننسلها، ما بعرف باقي اللهجات كيف، بس هي الطريقة واضحة قدامكم. بدي أقطعها بهذا الشكل. عندي مثل هاي خربانة ما بتتقطع، بس فيني فصصها. طلع الحبات اللي بقلبها بهاي الطريقة وتخلص من القشرة، بس الحبات مالن خربانين. هون بدي أحط مي ومعلقة سكر، وأول ما تبلش تدفى معي المي رح أضيف الفاصوليا بعد ما قطعتها وغسلتها منيح، ونقعتها بالملح أقل شي ربع ساعة. تقدروا تنقعوها من ربع ساعة لنص ساعة. هون بدي أضيف مي، بدي أحط حبات التلج، والمي تكون باردة كتير. أول ما طالع الفاصوليا من المي السخنة رح أضيفها على المي الباردة فورا، حتى تحافظ على لونها وتوقف عملية الاستواء. وبعد ما تركتها بالمي 10 دقايق رح أحطها بالمصفاية حتى تصفى. بعد ما صفيت رح أحطها بهاد الصحن وأفردها حتى تبرد. وهيك كان لونها. وهلا بدي أفرزها بالأكياس. بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو. تضلوا بخير ومع السلامة.